دايمًا محتارين تعملوا إيه باللحمة المفرومة؟ جربوا بقى الساندوتشات دي من ألذ وأسرع الساندوتشات اللي ممكن تجربوها. استخدمت نص كيلو من اللحمة المفروم، حطيت عليها بصل مبشور وملح وفلفل أسود وبابريكا وتوابل مشكلة أو بهارات لحم. عملت الحاجات دي كلها ميكس مع بعض كويس وخليتها بس ترتاح في التلاجة ربع ساعة. جهزت عيش التورتيه وحطيت عليه كورة كده كويسة من اللحمة، فردتها كويس طبقة رقيقة وفردتها على كل الرغيف كده زي ما انتوا شايفين، وفي طاسة سخنة على النار وتكون سخنة كويس جدا وبدون أي مواد دهنية. حطيت العيش كده من الناحية اللي عليها اللحمة وخليتها 5 دقايق بالظبط لغاية لما استوت، وقلبتها بقى على الناحية اللي فيها العيش. ضيفوا بقى أي حاجة تحبوها، أنا حطيت شوية من الخس وشوية من الصوص وشوية كمان من الجبنة الموتزاريلا وممكن جبنة تشيدر. طبقت العيش على بعضه وخليته يتحمص من ناحيتين، مش هياخد ثواني على كل ناحية، بس الجبنة تسيح مش أكتر من كده وياخد صوت القرمشة اللي انتوا سامعينه ده. وبيتقدم بقى سخن وهتاكلوا بجد ساندويتش من ألذ الساندوتشات اللي ممكن تجربوها. متأكدة انه هيعجبكم، ما تنسوش تعملوا سيف للوصفة وتجربوها وتقولوا ايه رأيكم.